حديث. وجاء مورينيو ليزيد الامور اشتعالا. بالامس قطعت الكره وهجمه مرتده في منتهى الخطوره. بلد الوليد يسجل في مرمى ريال مدريد. يخرج دييغو لوبيز لكن يتقدم اوسكار بانفراد بخطأ دفاعي قاتل في التمريرة العرضية من مدافع الريال. يستغل الفرصة خافي جويرا يسجل أول أهداف البوسيلا والكاميرا على كاسياس. أول هدف لأوسكار ولا أوسكار جونزاليس هو صاحب أول الأهداف بهذا الخطأ الكبير. هذه الكرة الغلط، هذه الهجمة اتقطعت الكرة، انفرد أوسكار جونزاليس ولا يخطئ أوسكار في مواجهة دييغو لوبيز. يتقدم الضيوف بهذا الهدف المبكر جدا بعد 8 دقائق أو بعد 9 دقائق. يسجل أوسكار من بين قدمي دييغو لوبيز. نلعب بلا عقد. بنزيما يعكس اللعب جميلة جدا إلى أنخيل دي ماريا في الجانب الأيمن، يحاول مرور دي ماريا، يمر بالفعل ويسدد. جول دي ماريا يتعادل ويهدي الهدف للطفل المولود حديثا بخطأ آخر وبلمسة أخرى. هل من مهاجم للريال أم لمدافع لبلد الوليد؟ غير مهم على الإطلاق. المهم أن الريال يتعادل الآن بعد فترة ضغط. مجرد أنه فكر في الضغط، مجرد أنه انتوى الضغط، الريال يضغط ويسجل هدف التعادل. لمست فيه كاكا والله شكلها في مدافع بلد الوليد، شكلها لمست في مدافع بلد الوليد بالفعل. لكن على أي حال في كل الأحوال الهدف يسجل للريال. يسجل عالية ورأسية لكن ضاعت. عادت مرة أخرى من مودريتش إلى دي ماريا والكرة العرضية ورونالدو. الله على الهدف. CR7 الدون كريستيانو رونالدو. الدون يضرب من جديد. كريستيانو دوس سانتوس افييرو هو ولا فيش غيره. هدفه رقم 32 في الليغا الإسبانية هذا الموسم والهدف الثاني للريال. الفرحة متحفظة، الفرحة بالأهداف متحفظة، وده ده شيء مفهوم جدا. لكن ده لا يمنع من الإشادة بالهدف وبذكاء رونالدو، بحاسة التوجيه، بغريزة التوجيه، دون أن ينظر للمرمى. رونالدو أمامية وتمريرة جميلة جدا تمر تصل إلى عمر راموس، وراموس تاني جول. إيه المباراة دي؟ ما هذه المباراة؟ بلد الوليد لن يرحل في هدوء، لن يرحل في سلام، لن يترك سانتياغو برنابيو قبل أن يترك علامة وبصمة مهمة ومؤثرة. 2-2 في هذه المباراة. كفاح ونتيجة متقلبة وفرحة الآن لجمهور البلانكي فايوليتا، جمهور فريق البوسيلا بهدف التعادل لخافي جويرا. الكرة العرضية وأخطاء دفاعية كبيرة جدا، وخافي جويرا لحظة سقوطه على الأرض يلمس الكرة ويضعها في شباك دييغو لوبيز ويتعادل بلد الوليد مرة أخرى. باراخا شقيق روبن لاعب فالنسيا الكبير السابق. كرة إلى بنزيما وأمامية وكاكا. جول أرادها كاكا وفعلها كاكا. ريكاردو دوس سانتوس كاكا البرازيلي يسجل الهدف الثالث وثالث أهدافه أيضا في الليغا هذا الموسم. صاحب اللمسة الساحرة ينطلق، يخترق، ينفرد ويتغلب على الحارس خايمي أخيرا ويسجل الهدف الثالث. الدقيقة 49 وبعد أقل من 4 دقائق على بداية الشوط الثاني. الريال يجد المرمى عن طريق النجم البرازيلي الكبير والكرة في الشباك ويتقدم الريال 3-2 نفس نتيجة الدور الأول. كاكا والثالث والانفعال واضح. فرحة منفعلة، فرحة
النتيجة 3-2 للريال. والكرة من أوزيل الرابع. كريستيانو يفرح أخيرا. الدون يضرب من جديد. الرابع للريال. 1 2 3 4. هذا الريال ما أروعه. هذا هو الريال. هذا هو الريال. 4-2. لا أحد فوق الريال، لا أحد أكبر من الريال، ولا بد أن يعرف الجميع ذلك. الكل لابد أن يعرف ذلك. كريستيانو يفرح، يبتسم أخيرا كريستيانو، ويسجل الهدف الرابع للريال. يضمن النتيجة إلى حد بعيد، يؤمن النقاط إلى حد كبير، ويؤجل الحسم على الأقل لأيام أخرى قادمة. 4-2 برأسية جديدة من كريستيانو، والاحتفال كريستيانو مع فابيو، مع مواطنه، مع البرتغالي، وتسديده. الله الله الله. 4-3، وقد يكون أجمل الأهداف السبعة. لويس ساستري يسجل هدف صاروخي رهيب رهيب بلمسة واحدة فيرست تايم فورا. هات بسرعة بسرعة، هات كاسياس لحسن تنسى ولا حاجة، سريعا يعني فورا. الراجل حتى قبل إعادة الهدف فورا يجيب رد فعل ورياكشن كاسياس، مش ممكن. هذه الكرة اللي ترجع ويسدد ساستري صاروخ، صاروخ رهيب، صاروخ رهيب رهيب. ودييغو لوبيز لا يتحمل المسؤولية. صعبة على أي حارس مرمى لو دييغو لوبيز وكاسياس الاثنين في مرمى الريال.